ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ بقالي كتير مصورتش. بقالكم كتير مشفتنيش، يمكن اكتر من شهرين اصلا مصورتش، ويمكن برضو شهر او اكتر كده برضو مكانش فيه فيديوهات. المهم، انا يعني كنت كل مره بحاول اصور كده ومبتظبطش الدنيا، بس حتى انا مش جاهز اصلا. يعني انا كنت النهارده مش ناوي اصور خالص او حاجه، بس اللي خلاني اصور جمله سمعتها من حد لمست في دماغي. يعني كنت حتى بتفرج على فيديو، كان بودكاست كده هزار وكده، فوالله يعني واحد بيقول لصاحبه والله ده انا وفلان بنقول ان انت ما بتعرفش تتبسط. فقال لهم لا انا بعرف اتبسط، بس انا ما بعرفش اعيش في الاستقرار. انا دايما حياتي فيها توتر، او انا دايما حياتي فيها توتر، ما بعرفش اعيش في الاستقرار. وبعدين بعد كلام كتير ففعلا ادركوا ان هو ادرك انا فعلا ما بعرفش اتبسط. ده انا مش عارف بتبسط 5 ايام، مش عارف لما يسافر فين او كده يعني. فانا افتكرت لما انا كنت زيه كده ممكن من فتره، تقريبا من فتره كبيره يعني. اي حاجه بقى بعترض عليها، يعني مثلا مش عارف، قرار بص يعني، حاجات انت متقدرش تغيرها، حاجات لازم تحصل. يعني مثلا الكليه عايزه تنزلنا كتير، فتلاقيني معترض ومتذمر ومش عارف ايه. مش هيفيد التذمر، مش هيفيد حاجه، بس فاهم، بعترض واتذمر وخلاص، من الاخر بصيح زي ما بيقولوا. طيب مثلا برضو مش عارف، نازل وانا مش حابب انزل، متضايق مخنوق مش عارف ايه. وبعدين يعني يمكن بقالي حبة صغيرين كده واخد القرار ده، ان هو اتبسط بالحاجة اللي خلاص الحاجة دي حصلت فاتبسط بيها. او انا بالنسبة لي مثلا من السهل ان انا ابقى متضايق، من السهل قوي ان انا ابقى متضايق، بس ان انت تاخد قرار ان انت تبقى مبسوط او ان انت كويس، يعني فاهم، مش شرط تبقى مبسوط اللي هو بتضحك وكده، لا، تبقى عادي، وضعك تمام، مش متضايق مكشر، مش طايق الحاجه اللي انت بتعملها مش عارف ايه. الحاجه دي مش هتخليك تبقى كويس، او يعني مش هتخليك تبقى احسن، فاهم قصدي؟ فالمهم يعني انا جاي اكلمك النهارده، جاي اكلمك في النقطه دي. نقطه ايه؟ نقطه ان انت متخيل واحد حياته كلها بيقول لك عايش في توتر، مش قادر يعيش، ان هو مش قادر ينبسط، مش قادر يعيش في استقرار، ان هو انا حياتي تمام مبسوط مش عارف ايه، في مشاكل تمام. فاهم قصدي؟ يعني واحد كده ربنا خلقه المفروض يبقى طبيعي، وضعه طبيعي، بيتبسط شويه، بيزعل شويه، بيتوتر شويه، ماشي مش عارف ايه. مقارنه بس برضه في نفس البودكاست ده واحد تاني كان بيقول ان هو لا، ده انا ما اعرفش اعيش في التوتر. يعني لدرجه ان انا اصلا ما بتوترش، لدرجه ان لما بيحصل لي توتر ما بقدرش اتعامل معاه. انت متخيل؟ واحد ما بيتوترش خالص، واحد حياته كلها متوتر. طب ايه الفرق بينهم؟ ايه اللي خلى ده واحد ما يتوترش او قليل يتوتر، واحد كل شويه يتوتر يتوتر يتوتر؟ فرق الاتنين هتلاقيهم مثلا ممكن عايشين نفس الحياه، بقول لك الاتنين كانوا بودكاست وصحاب جدا ومش عارف ايه، وتقريبا شغالين نفس الشغلانه، بس الفكره ان ده خد قرار ان هو تمام، هينورماليز الموضوع. هو في مشكله احلها، اشوف ايه الابعاد بتاعت المشكله، احلها، اتصرف فيها صح مش عارف ايه. حتى لو ما اتصرفش فيها صح اتصرف، المشكله كده كده هتتحل، او الحاجه اللي بتحصل دي كده كده هتتحل. مقارنه بالناس التانية، مقارنه بالشخص التاني يعني، هو مثلا حصلت له ابسط مشكله، ممكن يا عم صحي من النوم، جه نفسه ياكل بيض ملقاش بيض، فتوتر بقى، مفيش بيض، ازاي هعمل ايه مش عارف ايه. انت متخيل الفرق؟ طيب انت مثلا بتقولي طب فيها ايه يا عم لما واحد يعيش في توتر، او فيها ايه لما واحد يفضل عادي، يعني زعلان بتاع عادي، يعني هو كده كده طالما في حاله او لنفسه خلاص. هقول لك اولا، هو مفيش حاجه اسمها لحالك او لنفسك يعني، خاصه في المشاعر، لان المشاعر دي بتعدل اللي حواليك. فمثلا انت لو دايما متوتر، دايما متضايق، دايما زعلان، دايما مش عارف كده، هتلاقي الناس اصلا اللي حواليك كلهم بتنفر منك، هتلاقي مفيش حد حابب. يعني هقول لك على مثلا، انت دلوقتي مثلا فلان او علان
حواليك في الدايرة، من دايرة معارفك، من دايرة صحابك، أي دايرة من اللي حواليك، أو في الشغل أو في الجامعة. والله ده فلان ده معروف عن فلان ده عصبي، أو فلان ده مثلا دايما زعلان، أو دايما مكشر. أنت أصلا هتتعامل مع فلان ده في أضيق الحدود. ليه؟ عشان مش ناقصة واحد دايما سلبي، دايما مكشر، دايما يفضل متضايق على ايه، فاهم قصدي؟ مقارنة بقى لو واحد مثلا زي ما بيقولوا كده روحه حلوة، والله تقعد معاه تلاقيه بيهزر وبيضحك ومش عارف ايه. وحتى لو الوضع صعب مثلا برضو تلاقيه الدنيا تمام، بيضحك ويهزر. هتحب انت قعدة مين؟ تحب قعدة اللي بيكشر العصبي اللي بيزعق المخنوق دايما طول عمره، ولا تحب قعدة اللي هو التاني اللي مبسوط والدنيا جميلة؟ أكيد هتحب التاني اللي مبسوط والدنيا جميلة. ففكرة إن هو أنت هتخلي الناس تجيلك أو لأ. يا عم تقول أنا مش عايز، أنا عايز أعيش من غير ناس بتاع، أقول لك تمام. أقول لك عيش من غير ناس، عيش من غير ناس براحتك. بس الفكرة أنت محتاج الناس. ليه؟ محتاج الناس عشان أنت بتشتغل مع الناس، فلازم تحصل بتاع، بتشتري حاجات، بتعامل في يومك مع الناس. فبتقوليش أنا مش والله أنا مش هتعامل مع الناس فخلاص، مفيش منه ده. طيب، حاجة تانية كنا بنقول إيه؟ اللي هو موضوع إيه يعني أضراره عليك. قلنا أول حاجة إن هو التعامل مع الناس، الناس هتنفر منك، الناس مش هتبقى حابة قعدتها معاك. تاني حاجة ليك أنت شخصيا، أنت هيبقى يجيلك أمراض كتير. الاسترس كتير بيتعب الأعصاب، بيتعب الضغط، بيجيلك ضغط، بتبقى خلاص متوتر من أي حاجة، بتبقى خايف من أي حاجة. كل ده بياكل من أعصابك ودماغك، بياكل من صحة جسمك كلها. فده غلط إن أنت تسترس عامة على عمال على بطال، أو تفضل متضايق. غلط، بياكل من صحتك. انما اللي تشوفه مثلا اللي بيضحك تلاقيه مبسوط وصحته تمام ومش عارف ايه والدنيا حلوه. طيب والله انا سمعت الكلمتين دول منك وفعلا طيب عايز اتغير او مش عارف ايه، اعمل ايه؟ اقول لك خليك بارد. خليك بارد. اه، خليك بارد عادي. الناس تقول عليك بارد، صدقني لا. يعني انا مثلا كنت دايما قاعد مع ناس تلاقيني عايز اتكلم مش عارف ايه، لدرجه ان انا ببقى ممكن مندفع شويه، مش مندفع اللي هو بهاجم الناس لا، بس مندفع في الكلام، فاهم؟ ساعات ممكن بقول كلام انا مش عايز اقوله، ساعات فاهم يعني، بقول كلام مش حابب اقوله. طب ليه؟ ببقى انا بقى فاهم اللي هو خلاص متعود انا اتكلم 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 اتكلم. اه بسمع الناس اللي حواليا كويس، بس انا متعود اتكلم، انا عايز اتكلم، فاهم؟ طيب، لما بدات ابقى هادي شويه، انا بالنسبه لي بقيت بارد. يعني انا اللي يشوف مثلا عمر والله وهو في طبيعته غير لما يشوف عمر دلوقتي. عمر دلوقتي هادي، بس انا بالنسبه لي انا خليت نفسي بارد، لان الفرق بسيط رهيب، فاهم؟ هادي، بسمع اكتر، بتكلم عادي على راحتي، تمام، بس فاهم، ب- بحسب الكلمه شويه، بسمع. لدرجه ان في ناس قالت لي ان هو انت مركز اليومين دول، انت مش عارف ايه. ليه؟ لاني انا بسمع بقيت بسمع اللي بيحصل، بقيت ببقى هادي. وبرضه نقطه مهمه جدا، النقطه مش ان انت تبقى هادي وبس، نقطة إن أنت لما تسمع كلام يضايقك، تسمع كلام سلبي، تسمع كلام مش عارف إيه، أكيد الكلام هيأثر فيك. وعلى فكرة في ناس بتسمع كلام سلبي أصلا مش عليها وتتضايق، فاهم؟ فالفكرة في إيه؟ أنت خلاص سمعت كلام سلبي، اهدى، اهدى خالص. يعني شوف الكلام ده مثلا، هو اللي قال الكلام ده هو قصده مثلا منها إساءة ولا لأ؟ طب والله ده قصده منها إساءة، خلاص، قصده منها إساءة. فأنا بعرف إن الشخص ده مثلا سيء او مش عارف، او هو مش حاببني او بتاع، خلاص بقطع معاه، او مش بقطع معاه، بنسحب منه، ببعد عنه كده، باخد جنب. مش بتاخد جنب يعني، فاهم؟ خلاص انا عارف ان فلان ده مثلا واحد وحش يا عم، خلاص ابعد عنه، فاهم؟ لكن ومش كل حاجه. بص هقول لك على حاجه كمان مهمه.
مش كل حاجه تاكل في دماغك، يعني خلاص موقف وحصل امسحه، خلصت. طالما ما ردتش في نفس الموقف، طالما ما خدتش موقف في نفس الموقف، خلصت خلاص، ما تتعاملش. فاهم؟ لدرجه مثلا يعني مثلا في ناس من يعني اهالينا طبعا، معظمهم كانوا بيقولوا لنا ايه، الشتيمه ما بتلزقش، اللي شتمك خلاص مش عارف ايه. ده فعلا الشتيمه ما بتلزقش. فاهم؟ يعني لو حد شتمك شتيمه عاديه، فاهم، مش بالاب والام او كده، فما بتلزقش. فاهم؟ يعني مثلا خلاص مشي الدنيا. مثلا واحد سخف عليك وانت ماشي في الطريق او كده، مشي الدنيا، خلاص انت هتعمل له قيمه. فاهم؟ لدرجه ان انا بقيت مثلا، كنت الاول لو حد نادى في الشارع وانا ماشي، مش عارف يا فلان ولا مش عارف ايه، ابص، انا اصلا لا اسمي، لا انا فلان، لا انا اعرف الناس اللي في الشارع ده، لا اعرف اي حاجه، ببص ليه؟ فاهم؟ بعدين بقى فلان، لدرجه ان انا ممكن اسمع اسمي يتندى بس انا عارف ان مش نبره صوت انا حد اعرفه، وافضل مكمل. ليه؟ لانه مش انا. خلاص بتبدا زي ما بيقولوا كده، بص انت بتشيل التريجرز اللي حواليك، لان هو التريجرز اللي حواليك دي هي اللي هتاثر على نفسيتك. فهنا نوصل من النقطه دي ان هو ايه، التريجرز اللي حواليك بتاثر على نفسيتك. حاول بقى ما تخليش التريجرز دي او اللي هو الستيمولس او اللي هو الكلام بتاع الناس ده تخليه ياثر عليك. يعني مثلا ما تفرحش مع يعني في ناس بتقول لك معلومه، يعني كلمه كده، ودي انا شايفها صح ومليون المية صح، ويعني اجمد حاجه انت المفروض تعملها. ايه هي؟ ان ما تخليش كلام الناس الوحش يزعلك، ولا تخلي كلام الناس الحلو يفرحك. يعني لا افرح مع اللي بيقول لي كلام حلو، ولا ازعل مع اللي بيقول لي كلام وحش. طب يا عم ليه طب ماشي، انا فاهم ان انا اتجنب الواحد اللي بيقول كلام وحش، اللي هو يعني الشخص اللي بيقول لي كلام سلبي ده خلاص اتجنبه وما تأثرش بيه، او اي كلام سلبي عامة يبقى موجه ليا او موجه لغيري، او كلام سلبي في العموم، خلاص اكني ما سمعتوش. طب ليه الكلام الايجابي يا عم؟ طب ما الكلام الحلو. انا ما بقولكش كل الكلام الايجابي، انا بقول لك الكلام الايجابي الموجه عنك. ليه؟ لان مثلا انت مثلا يا عم فتحت مشروع، والله، او مثلا شغال في المذاكره كويس، او بتعمل مش عارف حاجه كويسه، والله ان ممكن حد يجي يقول لك والله ايوه ده برافو، ده انت كويس، ده انت جامد وبتاع، وانت اصلا ما كملتش نص المشروع. يمكن، فاهم؟ هو انت ما كملتش نص المشروع، تلات ارباع، يمكن انت اصلا لسه بتبدا في المشروع، او انت بتقول فكره المشروع، فحد قام قايل لك برافو والله جامده وبتاع، فانت خلاص خدت الريسبكت من الناس، دماغك خلاص خلاص حصل لها انهبيشن، اللي هو تثبيط، وقفت خلاص. انا خلاص، انت فاهم، اكنك وصلت هو بيقول لك ايه، على القمه بتاعت الجبل، خلاص. ما انت خلاص، انت في ناس كتير قالت لك مره واحده برافو كويس وجامد وبتاع، خلاص يا عم اكمل ليه؟ انا كده كويس. فاهم قصدي؟ فدي الفكره. كلام الناس، يمكن الايجابي، انا بالنسبه لي كلام الناس الايجابي اخطر كمان من الكلام السلبي. ليه؟ عشان النقطه دي. وفي الاخر يمكن هو الفيديو متلخبط شويه عشان مش محضر له، يعني زي ما بقول لك انا جت لي الفكره فقمت يلا بينا على طول. ف معلش يعني على عدم تحضير الفيديو، بس ان شاء الله يعني تكون الفكره وصلت، يكون اللي انا عايزه وصل من الفيديو. انا حاسس ان انا نقط وصلت بس يعني متلعبكه. اقول لك على حاجه حلوه، تعالى نلخص الدنيا. نلخص الدنيا ايه؟ ان انت ما تخليكش شخص سلبي، حاول تتبسط بحياتك، بلاش تتأثر بكلام الناس الحلو والوحش. خليك عارف ايه اضرار الكلام السلبي ده عليك، ان قصدي ان انت تبقى شخص سلبي ده عليك، ان هو ايه، ان انت الناس تنفر منك، وان انت صحتك تتعب، وان انت تبقى حياتك كلها وحشة. حلو. وخليني اقول لك نقطة اخيرة، دي ما قلتهاش بس اقولها لك كده ايه بالمختصر على طول. ان هو انت ازاي طيب تبقى شخص ايجابي لو حبيت تبقى شخص ايجابي؟ ازاي؟ اول حاجة ان انت تقرب من ربنا، تمارس رياضة، يعني تخليك مثلا تروح جيم، والله ما بتحبش جيم روح امشي،
فاهم؟ تمارس رياضة، تمارس هواية انت حاببها، تقعد وسط ناس كويسين، ناس انت بتلاقي نفسك معاهم، تعرف تتكلم مع الناس دي بس. وما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك، وسبسكرايب عشان تشوف كل فيديوهات جديدة، وإن شاء الله فيديوهات جاية جامدة جدا جدا جدا. وسلام.